مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ احنا مع بعض في حلقة البودكاست بتاعنا. كل سنة وانتم طيبين بقى ورمضان كريم. معانا برضو الطرف الغامض منورنا، اهلا بيك. مساء الفل. مساء الخير، ازيك كل عامل سنة ايه؟ وانتم طيبين. وانت طيب رمضان كريم وانت يا رب. طيبة يا حبيبتي، وانت بالصحة والسلامة يا رب. معانا بقى الجزء الاول بيبقى فيه قصة طويلة، هنشوف القصة معانا هتقول ايه النهاردة، ومعانا برضو الطرف الغامض هيقول لنا رأيه ايه. القصة معانا هنا بتقول حد بعد بيقول انا قاري فاتحة على بنت صالونات. تمام. المهم ابوها وامها متوفيين، وليها اخ عازب واخت متزوجة، والاتفاق كان مع اخوها. من اسبوع بعد اسبوع من قراية الفاتحة اتصل عليا اخوها، بلغني انه عايزني ابعت له على الواتس صورة بطاقتي وش وظهر علشان يسأل عليا. بالفعل انا بعت له صورة بطاقتي، وانا كمان بلغته انه يبعت لي صورة بطاقته هو واخته اللي هي خطيبتي يعني. قعد اسبوع وما ردش عليا ولا بعت لي اي حاجة. بلغت خطيبتي وقلت لها اخوكي انا طلبت منه يبعت لي صورة بطاقته وصورة بطاقتك وما ردش عليا لغاية دلوقتي. قالت لي انت عايز بطاقته هو في ايه؟ انت هتتجوزه هو ولا هتتجوزني انا؟ انا هبعت لك صورة بطاقتي. قلت لها لا، من حقي اسأل عليكم، وده هيكون خال عيالي، وعايز اسأل زي ما انتوا هتسألوا. المهم رحت لهم زيارة وقلت لهم وقلت له انا بعت لك على الواتس وطلبت منك بطاقتك. قال لي ما كنتش فاضي ارد عليك. قلت له طيب بعد اذنك ادخل هات بطاقتك علشان اصورها. وقال لي انت هتعوزها في ايه؟ قلت له هسأل عليكم. دخل مضطر، جابها غصب عنه وصورها. ليه مضطر ليه؟ انا مش عارفة. وسلمت عليهم ومشيت. وانا ماشي اول ما خرجت من الباب الشقة قفل باب الشقة على طول، ما استناش مثلا لما الاسانسير يطلع وبعد كده يدخل. حسيت بقلة ذوق وقلة تقدير منه في الحركة دي. انتوا شايفين ايه من وجهة نظركم اللي عندهم خبرة في الحوارات دي؟ هل انا كده غلطان في حاجة والموضوع كده طبيعي ولا ايه رأيكم؟ الموضوع مليان بطايق. الموضوع فيه بطايق كتير قوي. احنا نروح القسم وكل واحد ياخد حقه هناك حرفيا ونطلع يعني. بطايقنا بقى وكل واحد انزل بالمستند الاول. بالظبط كده. ايه رأيك معانا الطرف الغامض في الموضوع؟ يعني هو اصلا عادي ان هو يسأله ان هو يطلب منه بطاقته. عادي يعني هو بصي السيستم بيبقى ان احنا المفروض الراجل اللي داخل البيت هو سأل الاول قبل ما يدخل. سأل على البنت، سأل على باباها، سأل على امها، اخد فكرة عن الموضوع. هو اتجوز مثلا هيتجوز صالونات وهو اصلا ما يعرفهاش ومفيش ما بينهم تعامل او حاجات زي كده. فمثلا اللي هو الشخص اللي كان وسيط ما بينهم بيقول بعض المعلومات اللي هو يعرفها عن الطرف الاخر. فبيقول له بقى هي كذا، فيها صفة كذا، بتعمل كذا، الحاجات اللي هو يعرفها، ابوها وامها اخواتها مش عارف ايه الكلام ده كله، اي معلومة هو بتبقى موجودة عنده بيقولها. فهو بيبقى عنده بعض المعلومات الاولية اللي على اساسها بيقول والله دي مناسبة بالنسبة لي اروح اخطبها او لا. فالمفروض ان هو عنده معلومات مبدئية على اساسها دخل البيت وقال مساء الخير انا عايز اخطبها. بالظبط. انا 1 2 3. بالظبط. المفروض بقى ان هو لو هو دقيق وحابب ان هو ياخد صور بطايق وان هو يبقى عامل يعني تحقيق دقيق يعني في الموضوع، كان سأل الشخص الوسيط قبل ما يخش بيتهم يعني. لو دي نقطة فارقة معاه وده موضوع مهم بالنسبة له، كان قبل ما يدخل البيت كان قال له مثلا طب ابعت لي مثلا صورة بطاقة البنت اسأل عليها، او ابعت لي صورة بطاقة اخوها اسأل عليه. بالظبط. على اساس ان انا برضو يبقى انا عندي خلفية عن الناس. بالظبط. انما هو لما دخل البيت وقعد، فهم طبعا من البديهي ان انت قاعده في بيتك خلاص ما تعرفيش الشخص. ففي شخص دخلك بيقول لك انا عايز اخطب بنتكم، عايز اتعامل معاكم، فهتقولي له ايه؟ طب انا ما اعرفكش. بالظبط. طب سيب لي بياناتك عشان اسال عليك.
فمش منطقي ان انا بعد ما دخلت لكم البيت اقول لكم طب هاتوا طب انتوا بيانات كمان ادوني بقى صورة بطاقتكم عشان اسال عليكم. طب انت بعد ما دخلت بيتكم. طب احنا دلوقتي لنفرض ان انت بعد ما سالت عليهم في اي معلومه ما عجبتكش، هتعمل ايه؟ هترجع في كلامك؟ ما انت دخلت البيت، انت دخلت خلاص، دخلت الباب من بيتك. بالظبط، انت عملت خطوه ودخلت البيت، فانت هيبقى في صعوبه ان انت لسه هتسال انت كمان. يعني كان المفروض انت ترتيبه بقى ايه، ان انت هتسال انت الاول، بعدين هتخش البيت عندهم، بعدين هم هيرحبوا بيك. انت ايه وضعك؟ هتقول لهم انا وضعي 1 2 3 4. طب تمام، انت كده كويس، طب سيب لنا بياناتك عشان نسال عليك عشان احنا ما نعرفكش. وانا تصوري كمان ان هو اخوها اتضايق من الموقف اللي هو عمله، مش عشان حتة ان هو طلب صورة البطاقة او كده، هو اتضايق من طريقة التعامل. يعني الموضوع مش فورمال كده، انا طلبت منك صورة البطاقة فانت، طب انت كمان اديني رديها لي واطلب منك صورة. يعني ما الموضوع يعني كان ممكن يجي بطريقة اشيك من كده. الطلب في وقتها دي هي اللي مثلا ممكن في نفس الوقت مش حلوة. يعني هو انت زي ما انا طلبت منك صورة بطاقتك عشان اسأل عليك، فانت كمان عايز صور بطاقتنا عشان تسأل علينا؟ طب ما انت دخلت بيتنا ليه لما انت جيت البيت على اساس ايه؟ احنا قاعدين قافلين بيتنا علينا ما انت جاي تهنا في بيتنا يعني. وما اختلطناش بيك ولا ولا جينا قلنا لك حاجة. وانت اللي جاي بيتنا تقول لنا انا عايز بنتكم. فالمفروض من حيث المبدأ هتكون انت سألت شوية معلومات وعندك بعض معلومات مبدئية حتى، او اللي على اساسها انت بالظبط شايف ان دي مناسبة بالنسبة لك وهتبقى حد يعني انت مرتاح ان انت تكمل مع حد زي كده، لانها مثلا فيها بعض المعلومات اللي انت خدتها مثلا من الوسيط، ان انت تقول دي تمام. بس هي بصفة عامة يعني برضو عشان نبقى يعني برضو جديا برضو ما نجيش على الطرف ده او ما نجيش على الطرف ده. هو دلوقتي برضو قصة ان هو عشان الموضوع بتاع جواز الصالونات ده بيبقى عشان يبقى واحد عنده معلومات عن الطرف الاخر ويروح يسأل عليه قبل ما يروح يتقدم، دي بقت صعبة دلوقتي. بقت صعبة. هي ممكن تبان صعبة تبان صعبة وتبان سهلة في نفس الوقت. يعني ممكن تبان صعبة انه انا لو انا رايح المكان مثلا، لو انا سألت عن الشخص ده في السوبر ماركت مثلا او في الجيران او الناس اللي حواليه او كده، ممكن الناس هتقولي انت مين الاول علشان تقدر تقولي الجملة اللي انا عايز اسمعها. فلو انا ظابط ممكن تقولي كلام كويس، انما لو انا حد عنده مشاكل معاه ممكن يقول لي كلام مش كويس، فالناس هتأيف ردودها بناء على انا مين بالظبط. طب وانت بتسأل عليه ليه اصلا وحاجات زي كده. أيوة. بس في نفس الوقت التكنولوجيا سهلت ان انا ممكن اعمل بحث عن حد بسهولة جدا، ان انا لو معايا اسمه ورقم تليفونه مثلا سهل ان انا اوصل له من خلال اي وسيلة من وسائل السوشيال ميديا. فالموضوع يبان صعب ويبان سهل في الاخر، لان انا هيتعرض قدامي المعلومات ممكن ما تكونش المعلومات اللي انا بدور عليها. وفي نفس الوقت اللي بياخد بطاقة حد معروف ان هو عايز البطاقة عشان حاجة واحدة احنا كلنا عارفينها بالظبط. يعني انت بتدور وراه، هل هو بقى عمل حاجة غلط، عمل مشاكل، عليه قضية، عليه حاجة، فانت بتبقى بتدور. بس انا اصلا لو انا شاكك او جات لي معلومه ان هم سيرتهم وحشه، ان هم سيرتهم وحشه وليهم سوابق او ليهم مشاكل في حاجه زي كده، يبقى انت اكيد من حيث المبدا مش هتروح. ما كنتش هتروح. صح يعني ما كنتش هتروح اصلا. صح. يعني انا لو انا جات لي معلومه ان الاخ مش عارف ايه او ان العم مش عارف ايه، او طب حتى لو هي معلومه اشاعه حتى ما هي الناس مش هتطلع الاشاعات دي من فراغ. او ان هو اتقبض عليه تحت بيته، ما هي دي معلومه مش هينفع تستخبى، ولا انت مستني تاخد بصوره بطاقه عشان تروح تكشف عليها عشان تعرفها. اي حد هيقول لك ده اتقبض عليه كانت فضيحه تحت بيته مثلا. فدي معلومه انا اوريدي ممكن تكون عندي بيها خلفيه معلومه. فلو انا دي بالنسبه لي سبب كبير ان انا ارفض ان انا ادخل في هذه الاسره، ما كنتش هروح اصلا. بالظبط. انما احنا زي ما بتقولي انا ما اعرفش انت مين اللي داخل عليا بيتي، فانا من حقي اسال عليك لانه انا ما اعرفكش. بالظبط. انما انت المفروض اللي سالت علينا، وبناء على هذا الاساس دخلت بيتنا. صحيح. فهي بيبقى ترتيبها ان هو سال هو الاول وعرف عننا بعض المعلومات او عرف عن البنت بعض المعلومات، فبيبدا ان هو يقول والله مناسبه من حيث المبدا فاقدر ان انا ادخل البيت ده. ولكن
هو بقى لما يدخل البيت الطرف التاني اللي قاعد في البيت وقافل الباب عليه ده ما يعرفوش ما بقى. يعرفوش. فلما انت أنا من حقي بتخش بقى. وبتعرفني بنفسك وبتقول انا فلان الفلاني ووضعي كذا وبشتغل في الحته الفلانيه وبعمل ايه وعندي شقه ووضعي ايه، بتتكلم عن نفسك شويه عشان تعرف الناس انت مين. فبعد ما بتتكلم والناس بتعرفك وبتعرف انت وضعك ايه، بتبدا على هذا الاساس تقول لك ايه طيب تمام انت كده مناسب برضو من حيث المبدا، ادي سيب لنا بياناتك عشان نسال عليك. فبيبقى هو ده الترتيب المنطقي للايه للسؤال. هو اظن اللي فعلا اللي ضايق اخوها من اسلوب، يعني الاسلوب فيه معيله شويه. انا طلبت صورة منك صورة البطاقه فانت بطاقتك طلبت عشان اسال عليك، فانت بتردها لي وتقول لي كمان طب انا عايز بقى صورة بطاقتك كمان عشان اسال عليكم. ما بتتعملش كده، ما بتتقاسش كده. وهي من حقها البنت تقول لك انا ما انت عايز تسال عليا انا خد صورة بطاقتي، يعني خد صورة بطاقتي انا، انت عايز ايه من من اخويا. المبالغات في الموضوع اللي هو انت طلبت مني صورة بطاقتي فانا هطلب منك صورة بطاقتك انت واختك. ايوه كلكم. انا عايز صور بطاقتكم كلكم. وانت زي ما قلتي برضو في حته انت اشرتي ليها انه هو لما بيسال على الناس من يعني في المطلق كده وبيتكلم مع اي حد بيبقى في رد من اتنين. الرد اللي انت ذكرتيه بتاع انت مين الاول، فانا هرد عليك على اساس انت مين. لو انت حد جاي مثلا ظابط او مثلا هقول كلام كويس او مثلا كده، او انا ما اعرفش عنهم حاجه او بتاع او حاجات زي كده، ففي بيبقى في ردود جاهزه. لو انت في حد سأل عليك او سأل على واحد صاحبك انت تعرفه، فعشان تهرب من الموضوع انا ما اعرفهمش او هم ناس كويسين وخلاص ففي طرق للهروب من السؤال دلوقتي غير زمان بقى مثلا طبعا مثلا كان في بقى مثلا يعني الناس عارفين بعض في المنطقه، والناس بيبقوا الجيران عارفين بعض شيخ الجامع عارف الشباب اللي بيجوا يصلوا او بتاع، فانا لو رحت سالت شيخ الجامع اعرف الانسان ده كويس او وحش. بالظبط. الستات الكبيره بتبقى عارفه البنات، بيبقى سيره البنات عندهم، فالموضوع كان سهل. فكان سهل، الناس كانت انك تاخدي رد عارفين بعض مرضي وعارفين وكمان كان عندهم حته الايه اللي هو انت الناس تتقي ربنا في المعلومه اللي بتقولها، تتقي ربنا انها مثلا ممكن تكون تعاملت مع الشخص مثلا والشخص ده تعامل معاهم متداول من وش الخشب او مثلا مش عايز يتعامل معاهم، فلما يجوا حد يسأل على الشخص يقول لا والله ده حد متكبر وحد مش لطيف مش متعاون ورخم وما اعرفش ايه وبتاع والكلام ده. الناس دلوقتي بترد على حسب تعاملها معاكي، او انها شافت منك كلام حلو او شافت منك كلام وحش فبتروح رد على هذا الاساس وبتقول بناء على تجربتها هي مش على انها تتقي ربنا وتقول انت انسانه كويسه ما بتعمليش مشاكل مش ما اعرفش ايه اللي هي انسانه كويسه بس في حالها مثلا بالظبط. او انسانه كويسه بس ما بتتكلمش كتير. صحيح. لا ده بارده وما بتتكلمش ومش طايقه حد ومديه وش خشب وخلاص. ايوه صحيح. فالموضوع ما بقاش سهل. قصه السؤال دي بقى للراجل وللبنت بقى الموضوع صعب شويه ان هو اي حد يسأل على حد بيبقى يعني متى متوقع ان هو ياخد ردود سهل يعني انا ممكن اقولها على اي حد وعاديه علشان خاطر انا ما اعرفش انت مين، فانا هرد عليك اقول لك والله ناس كويسين وخلاص، او انا ما اعرفهمش او ما اسال حد تاني او كده. يا اما انا تعاملت معاهم تعامل فحصل منهم مشاكل ابدا اقول عليهم اي كلام وحش وخلاص عشان خاطر بس هم انا متضايق منهم تعاملوا معايا وحش. وجات لي الفرصه ان انا بقى جات لي فرصه بقى ان انا اخد بقى بطاري بقى. وعلى العموم يا ريت انت بس تنقي طريقتك بقى، تنقي طريقتك في الكلام عشان باين من الطريقه ان انت ايه ده انتوا طلبتوا طب انا كمان هطلب، فبلاش كده يعني. هو سأل في الاخر قال انا كده غلط او صح، وانا هل الناس اللي فاهمه او اللي عندها خبره تقول لي انا ده اللي انا عملته ده صح، هو صح، ولكن الطريقه اللي انت عملتها ان انت هم طلبوا منك فانت رحت بدلهم على طول وانا كمان عايز عشان اسال عليكم، فدي ما كانتش الطف حاجه لان انت كده احرجتهم. انت بعد ما دخلتهم في بيتهم دخلت لهم بيتهم وتعاملت معاهم وقلت لهم انا وضعي 1 2 3 4 والكلام ده كله، فهم قالوا لك ايه في الاخر طب احنا عايزين نسال عليك بقى، فانت رحت مبادلهم نفس الكلمه وانا كمان عايزه اسال عليكم. هو انت مش سائل قبل ما تيجي؟ طب ما انت المفروض كنت تبقى سائل قبل ما تيجي وتدخل البيت. فكانت بس يعني التوقيت ما كانش حلو.
يلا بينا على الفقرة التانية. يلا بينا بقى كده تمام. قولوا لنا برضو اصحابنا، يقولوا لنا برضو ايه رأيهم، ويلا بينا على الفقرة التانية.